لازم تنام. اكيد لاحظت ان النوم مش رفاهية، بعد يوم طويل بعض الاحيان حاجات مهمة والبعض التاني مش مهم. ما تضحكش عليا، اكيد عملت حاجات مش مهمة. تجهز نفسك لأحلى وأهم حاجة تعملها في حياتك، النوم، وساعتها تواجه صعوبات في النوم، شيء اسمه الأرق. خليك معانا. أهلا بكم في رابع حلقة من برنامج الفرصة الأخيرة. معاكم عبد الرحمن الرماح. بصراحة النوم كويس مهم، لأن الموضوع ده بتعمله كل يوم ويستحق إنه يكون حلقة مميزة من حلقات البرنامج. لاحظت إن النوم مهم جدا لكل المخلوقات، حتى المخلوقات اللي مش بتنام عندها عادات شبه أو مثل النوم. مخك محتاج لأرشفة المعلومات، ما أنت عمال تدخل معلومات فهو بيحفظها زي الكمبيوتر، محتاج ترتيب للمعلومات، مش يسيبه لايس كده كله في بعضه. أثناء النوم مخك بيحفظ المعلومات المهمة، والمعلومات اللي مش ليها لازمة بيتخلص منها. بحس إن لما بتنامش بيأثر على تعلم، بيخلي نسبة استيعابك قليلة جدا لو ما كانتش منعدمة. كل ما تزيد مدة السهر تركيزك بيقل، يخليك تحل سيء في الامتحان ويساعدك على عدم التركيز، مش هتفتكر كل حاجة. طيب حد قالك إن اللي بيذاكر بدري وينام بيكون أحسن من السهران اللي بيذاكر حتى لو ذاكر المنهج كله؟ علشان لما بتنام مخك بيحول الذاكرة قصيرة المدى لذاكرة طويلة المدى، تعتمد بشكل أساسي أكيد على النوم. لما العلماء جابوا مجموعتين، مجموعة بتذاكر أكتر لكن مش بيناموا الوقت الكافي، ومجموعة بتذاكر وبيناموا الوقت الكافي، النتيجة كانت لصالح اللي ذاكر باعتدال ونام الوقت الكافي. كانت النتيجة أحسن من اللي ذاكر صبح وليل وما اداش نفسه فرصة ينام الوقت الكافي. خليها حلقة في ودنك، مهما كان تخطيطك ليومك لازم تخلي وقت لنومك. كل النوم بيأثر على الجهاز المناعي، ايوه، وان شاء الله هنزل فيديو عن اهم الحاجات اللي لازم نعملها قبل ما ننام. قلة النوم بتخليك عرضة لامراض مثل السرطان، ده كلام منظمة الصحة العالمية. قبل ما اكمل، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. الشغل معتمد على شفتات، شفت صباحي وشفت مسائي او 3 شفتات. التغيير ده بيخلي الانسان او العامل عرضة لاكتساب السرطان. ده مش انا اللي قايله، دي وزارة الصحة العالمية. توضيح: بتخليك اكتر قابلية لده، بتقلل المناعة. طيب دلوقتي هروح انام لكن مش عارف انام، ده يسمى الارق. دلوقتي بقى في تليفون وتلفزيون ولمبة على طول منورة. زمان اول ما يجي الليل كانوا بيروحوا يناموا بعد العشاء ويصحوا الفجر، بس دلوقتي الموضوع مختلف تماما. بقاش في فرق كبير بين النهار والليل، بس برضو الانتاجية بسبب الحاجات دي زادت بأضعاف عن زمان. لكن أكيد زي ما الإنسان اشتغل أكتر أثرت على الصحة بشكل كبير. زي ما كلمتك في أول الفيديو، من أهم الأهداف إنك تنام كل يوم الوقت الكافي. تبريد درجة حرارة الأوضة يساعدك على الاسترخاء، لكن ما تتلجش الأوضة وتقعد متلج وتقول ما بيقول مفيد. لا، سقع الأوضة حاجة بسيطة وروح نام. استنانا ان شاء الله في فيديو تاني هكلمك على ازاي تحسن من نومك، لكن مش الوقت. ما تنساش انشر الفيديو ده لأي حد بتحبه لعله يستفيد ويعمل بالنصايح. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وكل عام وانتم بخير. نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله.